فقد منحوها جزءا خاصا من المؤامرة لم يبقى نفاقا إلا والتكفف ودون حياء يرسلون رسالة للمفاد. عندما تم خروج القائد وفترة معينة تعطلت حركة المطارات بشكل كامل في أوروبا، يعني الطائرة التي يستقلها القائد 48 ساعة في الجو ليس هناك مطار يستقبل القائد. المهم آخر مرحلة في المؤامرة تم ذهاب القائد إلى كينيا، وكينيا الكل يعرف، يعني بين قوسين مطار نيروبي، الكل يعرف أن كينيا هي عش للاستخبارات الإسرائيلية. طبعا المؤامرة مستمرة رفاق. هذا الشهر نحن مقبلين إلى يوم 15 شباط، هذه الفعاليات وهذه الاجتماعات يعني لازم نصعد نظامنا. يجب أن نقول لشعبنا، لأهلنا، لناسنا، أنه هاي المؤامرة مستمرة، والمؤامرة ما صفت بشخص عبد الله وجلال، صفت بشخص كل واحد يعيش في مناطق شمال وشرق سوريا. التحالفات الأخيرة اللي بدها تصير بين، يعني تتذكرون أردوغان قال بدي أدخل على الجامع الأموي وأصلي به محرم، يعني كان بده يفوت فاتح، صح ولا لا؟ اليوم عم يعمل وساطة روسية مشان يسوي علاقات مع الحكومة السورية مع النظام لكي يدخل يصلي بالأموي. يعني شوفوا الفارق بين الصفة، ايش قد راحت ناس، ايش قد قتلت ناس، ايش قد قتلت أطفال، ايش قد تهدم منازل وإلى اليوم نحن الهدف لضرب هذا المشروع الديمقراطي.